السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. عملنا مع بعض من وصفات العيد بسكوت العيد بالبرتقال، البسكوت الاقتصادي ونال اعجابكم. وعملنا كمان مع بعض بسكوت جوز الهند، وكمان عملنا مع بعض وصفة الكحك الدايب بطريقة السمنة المقدوحة بطريقة اجدادنا زمان. الوصفات الحمد لله نالت اعجابكم، بشكركم على تعليقاتكم وكومنتاتكم الحلوة اللي فعلا بتشجعني ان انا اعمل وصفات وفيديوهات حلوه ان شاء الله تعجبكم. الف شكر ليكم، وبشكر كل اخواتي الجداد اللي دخلوا معايا على القناه واخواتي القدام اللي معايا من قبل كده. كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يديمكم نعمه في حياتي. هنبدا النهارده مع بعض فيديو. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه بطريقه سهله جدا وبسيطه. الغريبه من الوصفات السهله جدا ومكوناتها بسيطه جدا، لكن فيها تريكات واساسيات مهمه لازم تاخدي بالك منها عشان توصلي لنتيجه مظبوطه. اهم حاجه عندي مش مقادير الغريبه بس، لكن قوام العجينه بتاعت الغريبه، ازاي اوصل للقوام المظبوط، وكمان تسويه الغريبه، وازاي اظبط معايا درجه حراره الفرن علشان اوصل لنتيجه مظبوطه. مبدئيا كده نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. معانا مقادير الغريبه: نص كيلو من السمن البلدي، سمنه من بدرجه حراره التلاجة، يعني انا مطلعاها من التلاجة وشغاله بيها على طول. معايا كمان ربع كيلو من السكر البودره، مطحون، تطحنيه عندك عادي. ببدأ ان انا اضيف السمنة على السكر، ومعايا بياض بيضة، ومعايا ذرة ملح، ومعايا شوية من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر. هي دي كل الاضافات اللي معايا. هبدأ مبدئيا كده اخد معايا خليط السمنة مع السكر، اخلطه معايا كويس. تقدري تخلطيه بايدك او بمضرب يدوي او بمضرب كهرباء او بالعجان المتاح عندك، اشتغلي بيه. اهم حاجة عندي ان انا اخلط الخليط الاول يكون خلط ناعم جدا لحد ما اوصل معايا لقوام كريمي زي الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بوصل معايا للقوام ده ببدأ اضيف معايا بياض البيض. بياض البيض بضيف عليه ذرة من الملح، وبضيف عليه شوية من الفانيليا السايلة او فانيليا البودر. وابدأ انزل ببياض البيض معايا على خليط السكر والسمنة، وبخلطه معايا خلط برضو كويس كده لحد لما يكون القوام معايا قوام فومي وكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه. بياض البيضة بيعمل معايا على تماسك الغريبة، وبيخلي كمان معايا الغريبة ماسكة نفسها كده، مش ما تدوبش معاكي قوي وتتكسر معاكي. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبك. معايا مقدار السمنة والسكر ده هياخد معايا من 750 ل 900 جرام من الدقيق، على حسب نوع الدقيق معاكي. انت بتوزني معاكي كيلو دقيق كامل، ما بتضيفوهوش كل المقدار على بعضه. بتضيفي مبدئيا كده من اول 600 جرام، وبعد كده لما بتحتاجي بتضيفي واحده واحده معاكي. زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعت الغريبه، انا ضفت معايا 600 جرام من الدقيق الاول، وبعد كده بدات ان انا انعم معايا في الغريبه بالشكل اللي انتوا شايفينه. الغريبه لازم معاكي تكون ناعمه، فبتبسيها كويس. كل ما بتبسي معاكي في عجينه الغريبه كل ما بتنعم معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. هي طول ما هي ناعمه معاكي وانت بتضيفي لها دقيق، طبعا ما بتسيبهاش يعني قوامها ما يكونش يابس معاكي، لا لازم القوام معاكي يكون قوام ناعم بالشكل اللي انت شايفاه. بتاخدي قطعه كده من الغريبه، بتكوريها على ايدك وبتضغطي عليها في النص وتشوفي لو العجينه معاكي ما شققتش يبقى قوام العجينه مظبوط. دي مش التركه الاساسيه في ان انت تعرفي قوام الغريبه يا جماعه. ممكن برضو تعملي الطريقه دي وتكون العجينه معاكي ناعمه وما تشققش، لكن بتجربي معاكي في قطعتين من الغريبه، بتظبطي معاكي الفرن وتحطيهم في صينيه صغيره كده، وتبداي ان انت تسويهم الاول علشان توصلي للقوام مظبوط. لقيت الغريبه معاكي فرشت او وسعت، بتبقى محتاجه شويه دقيق بسيط، لان طبعا بتكون معاكي مقدار السكر هو اللي بيتحكم في ان الغريبه تفرش معاكي او لا. الغريبه مقدار السمنه بتاعها بيكون مظبوط ومقدار السكر مظبوط، لكن بيختلف من نوع الدقيق. تقدري تضيفي دقيق والسمنه تتشرب الدقيق معاكي، فما بتحتاجيش كميه دقيق كتيره، فطبعا بيكون نسبه السكر معاكي واضحه اكتر غير ما بتزودي دقيق. فاهم حاجه عندي ان انت بعد ما بتوصلي للقوام اللي انتوا شفتوه ده، بتبداي ان انت تجربيها على ايدك، وبعد كده بتعملي قطعتين وتجربي بيهم في الفرن تشوفيها. لقيت القوام الغريبه معاكي مظبوط، ما فرشتش وفضلت زي ما هي بنفس الحجم، يعني زادت حاجه بسيطه، خلاص توكلي على الله وابداي اشتغلي بالشكل ده. القوام اللي معايا، المقدار اللي معايا ده اخد معايا 800 جرام من 850 جرام من الدقيق.
هتختلف معاكي. زي ما قلت لك، اهم حاجه يعني كل ما بتعملي كل ما ايدك بتاخد على الوصفات، وبتقدري ان انت تعرفي القوام كده بعينيكي. لكن انا بقول للبنات اللي لسه اول مره يعملوا، وكمان عشان تظبط معاكي المقادير لازم تجربي الاول. زي ما انا قلت لك، المقدار ده معايا اخد 850 جرام من الدقيق، ممكن ياخد معاكي 900 جرام، ممكن ياخد معاكي 750، على حسب نوعيه الدقيق معاكي هي اللي هتحكم عليكي. زي ما انتوا شايفين، جربي قطعتين وبعد كده توصل معاك للقوام اللي انت شايفاه. بعد ما بحط معايا الغريبه بكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبحطها في صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص. تقدري ان انت بقى تزوقيها باي شيء انت حباه، سواء مكسرات او فرماسيل او كريسبات، او تقدري ان انت تعملي عجينه بالشوكولاته من نفس عجينه الغريبه، بتضيفي عليها كاكاو باودر، وبتبداي ان انت تضيفيها كشكل كده من فوق الغريبه. تسوية الغريبة أهم حاجة عندي، إن أنا الغريبة بتسوى معايا على درجة حرارة 150. النار بتكون هادية جدا من تحت، الشعلة من فوق ممكن ما تشغلهاش خالص. لو انتي الفرن عندك شغال من تحت بس، مش بيشتغل من فوق ومن تحت، تقدري تشغلي من تحت لحد لما تاخد لون خفيف خالص معايا، وبتطلعيها سخونية الفرن معاكي بتسوي وش الغريبة. لو الفرن معاكي بيشتغل من فوق ومن تحت، تقدري تخلي من فوق درجة الحرارة بسيطة خالص، علشان يعني وش الغريبة معايا يكون متماسك، لكن ما تاخدش معاكي لون. الغريبة بيكون لونها فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه من فوق، ومن تحت بتاخد لون اصفر خفيف خالص. زي ما انتوا شايفين الغريبه ناعمه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قوام الغريبه المظبوط لازم تكون ناعمه ودايبه معاكي، وبياض البيض بيخليها متماسكه معاكي. الغريبه لما بتطلع معاكي من الفرن بتكون عجينتها طريه شويه يا جماعه، بتسيبيها شويه كده على الصينيه لحد لما تاخد من سخونيه الصينيه، بعد كده هي بتمسك نفسها. الغريبه ما بتطلعش ناشفه من الفرن، لازم تطلع معاكي طريه. دي كانت وصفه الغريبه معانا، بتمنى ان هي تكون عجبتكم، بتمنى ان عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مستنيه تعليقاتكم واستفساراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.